مساء الفل يا ست الكل. تعالوا بقى اقول لكم المشاكل الكبيرة اللي بتواجه اي واحدة بتجيب غسالة جديدة، وغالبا بيكون الفني هو سبب المشكلة، لان الست ما بتبقاش فاهمة في غسالة الاطباق، ولا بتبقى مجهزة ايه اللي المفروض اعمله لو جبت غسالة اطباق جديدة. الفني طول ما هو شايفك مش فاهمة هيعك. طبعا مش كل الفنيين، في فنيين محترمين جدا جدا جدا، وفي ناس على قدهم. اول ما الغسالة وصلت لك يا ست الكل فورا بتتصلي بالشركة، تعالوا ركبوا لي الغسالة. طب انت جهزتي تجهيزات الغسالة اللي هي ايه؟ قبل اغراض الغسالة: صرف الغسالة، الوصلة بتاعت المية اللي هتركب فيها الغسالة، لو عندك الحنفية موجودة فوق مكان الغسالة والصرف ورا، تمام، هتركب. طب هي جنبه بشوية لازم تجهزي الصرف، ولازم تجهزي وصلة المية. دي جزء لازم تكوني مجهزاهم قبل ما الفني ما يجيلك. ايه تاني؟ نخش بقى على اغراض الغسالة. اول حاجة المسحوق، ملح خاص بغسالة الاطباق، ملمع. التلات حاجات دول لازم يكونوا موجودين. طيب انا مش هستخدم مسحوق بودر، مفيش مشكلة، بتستخدمي الإقراص. بس أول مرة هتستخدمي فيها غسالة الأطباق لازم مع الإقراص تعبي تانك الملح. مش زي ما أنا كل أما الناس بتسألني بقول لهم الإقراص تكفي عن الملح والملمع، مش معناه أول الاستخدام. أول الاستخدام لازم تعبي تانك الملح. في كلمتين عايز أقولهم للفنيين، وكتير منهم معانا على الصفحة هنا. انا عارف ان في كتير من الفنيين محترمين جدا، ولكن في فنيين انا عايز اقول لهم اتقوا الله. الستات بتجيب الغسالات دي على اغلب الامور بتكون بايعة حتة من ذهبها عشان تجيب غسالة الاطباق دي، يعني دفعة اللي وراها واللي قدامها. اللي تعبانة ورجليها تعباها، اللي ايديها ما بتعرفش تغسل المواعين، اللي عندها بيبي صغير ومش قادرة تقف تغسل المواعين، عندهم مشاكل كبيرة بيجيبوا غسالة الأطباق عشان تريحهم. فدلوقتي في فنيين بيجوا يعملوا كوارث في غسالة الأطباق، تخرج الغسالة من الضمان أساسا، ويرجعوا يقولوا لست الكل ده سوء استخدام منك. طيب خلينا دلوقتي ان انت يا ست الكل جبتي غسالة اطباق، لازم تكوني فاهمة، وانا اقولك تكوني فاهمة ايه اللي هيحصل. اول حاجة، في بعض الفنيين بيجي يحط ملح العطار في غسالة الاطباق، وفي فنيين انا بيجيلي رسايل على الخاص كوارث بمناسبة الملح ده. في فني بيحط ملح الطعام في قلب غسالة الاطباق. انتوا متخيلين الكارثة؟ انت بقى لو انت فاهمة هتقولوا له ستوب، انت بتعمل ايه؟ ولو حصل وحط ملح طعام اتصلي بالشركة فورا وبدلي الغسالة. ما تشيليش الملح، لا بدلي الغسالة فورا. انا صفحتي مليانة كومنتات كتير جدا، ستات بتقول الفني جه من الشركة حط لي ملح طعام في قلب تنك غسالة الاطباق، وفنيين تانيين قالوا هاتوا ملح من عند العطار. دي كارثة، انتوا بتعملوا مصيبة يا جماعة. ملح غسالة الاطباق الخاص بيها معالج كيميائيا لازالة الترسبات والكلس اللي بيجي عن طريق المية والمسحوق. انت لما تجيبي ملح طعام غير معالج كيميائيا للحاجة دي، ده معمول للأكل، واللي جاي من عند العطار غير معالج كيميائيا، ده هيصدي غسالة الأطباق. طيب في ناس بتجيب غسالة الأطباق عايزة تجربها، وغالبا دي بتكون عروسة عايزة تجرب الغسالة وهتركنها. تعمل ايه؟ أول حاجة، الفني هيجي يجرب لك الغسالة ولكن بدون ما تعبي ملح، بدون ما تعبي زيت، بدون ما تحطي حتى مسحوق. يعني جربيها على الفاضي مية، اتأكدي ان الرشاشات شغالة مفيش اي مشكلة، والمية كده كده هتسحب المية قدامك. لما يجربها هيبقى في سحب وطرد وكل حاجة تمام. يعني هتجربيها مية بس، كده كده الشركة بتكون مجرباها مية، فالمية اللي هتكون موجودة انت هتقدري تنشفيها. ولما تقفلي غسالتك مش هيكون نازل فيها دهون. هي المشكلة بتكون في الدهون، لو الدهون جه على الغسالة والموتور والأجزاء الداخلية دي مشكلة بقى. لو الغسالة اتركنت الدهون دي بتعمل مشكلة. فانتي ما تحطيش لا ملح لا ملمع لا مسحوق، ولا تحطي فيها أي إطباق.
تجربيها ميه بس، تأكدي تمام الرشاشات شغالة، الموتور تمام، السحب والطرد تمام 100 بس كده. تنشفي الغسالة وتنشفي أرضية الفلتر من تحت، الميه اللي موجودة فيها عشان ما تتبخرش، لأن انت هتكوني راكناها ما يبقاش فيه كمكمة. تسيبيها مفتوحة عشان تنشف خالص. هتفكي خرطوم الميه من الحيطة، والميه اللي قلب الخرطوم تنضفيها من تحت كده تنزل. خرطوم الصرف هتشديه من الحيطة وتنيليه على الارض، الميه اللي فيه تنزل، وتسيب الغساله لمده اسبوع مفتوحه علشان لو في نقطه ميه تتبخر وتنشف تماما. وتقفلي غسالتك يا ست الكل. واهم حاجه لما تقفليها وتغلفيها في الكرتونه، اللي هيشيل الغساله اي حد في البيت، بس يكون حريص جدا باب الغساله محدش يلمسه. اللي هيشيل الغساله يكونوا 2 قصاد بعض، الغسالة ما تتخبطش، لأن غالبا اللي بينقل غسالة الأطباق من مكانها يحطها مكان تاني بتحصل مشكلة كبيرة جدا، غالبا ما بتشتغلش. خلصت دورة الغسيل تمام، الملمع اشتغل زي الفل، تقومي شايلة الفيشة. لسه النهاردة ناس مكلميني والله الكهرباء جت زيادة شوية، الكهرباء قطعت، الكارتة باظت بعد الشر، الكارتة بتبوظ الكهرباء. خلصتي شيل الفيشة، هتشغلي حط الفيشة. ده شكل غسالة الأطباق من جوه. لو انت جايبة غسالة الأطباق لسه جايباها جديدة، ده مكان الملح. أول حاجة قبل الملح أحيانا بتجيلك غسالة الأطباق فيها نقط مية زي كده، ده عادي جدا مفيش أي مشكلة. دي بيعملوا لها اختبار في الشركة قبل الغسالة ما تطلع من عندهم، بيعملوا لها اختبار إنها شغالة وزي الفل. وكمان ممكن تلاقي ميه هنا تحت الفلتر عادي جدا، مفيش اي مشكله، ما تقلقيش منها يا ست الكل، ده بيكونوا عاملين لها اختبار تمام. اماكن التجفيف هنا دول، هنا بيكون في رشاش فوق خالص هنا، ده ثابت. في رشاش العلوي هنا، الرشاش السفلي، ده كله مفيش اي مشكله. مكان الملح ده بتفتحيه وتعبي الملح بتاعك وتقفليه كويس جدا. وانت بتعبي الملح اهم حاجه مفيش ملح يقع في ارضيه الغساله. ولما تحطي الملح تربطيه كويس، سواء نتاكد ان انا ربطه كويس عشان ايه ما انساش. ايوه بسم الله كده تمام. اتاكدي ان مفيش اي ملح يقع في ارضيه الغساله، ولو في حاجه وقعت شيليها فورا. ولما تعبي الملح تشغلي الغساله دوره، ما تعبيش الملح وتسيبي الغساله شهر. انا لسه واحده كاتبالي كومنت النهارده ان هي عبت تانك الملح وركنت الغساله شهر، ده غلط. تعبي تانك الملح تشغلي دوره فورا. لو انت هتركني الغساله يبقى ما تعبيش ملح تمام كده. يبقى انا هنا تتاكدي اول ما الفني يجي يركب لك الغساله يشغلها قدامك، وما تفتحي الباب تتاكدي ان الرشاشات دي عملت ميه حوالين الجناب، ان الرشاشات شغاله تمام ما فيهاش اي مشكله، بتصرف تمام. واهم حاجه الفلتر ده لازم كل غسله، مش كل اسبوع، كل غسله يتفك ويتنضف كويس جدا. شوفوا نضيف، لازم يبقى نضيف كده، حتى لو دهون بسيطه جدا على الجسم ده لازم كل غسله يتنضف كويس جدا. والجزء الداخلي ده بيتشال كمان، ده كبس يتشال ويتنضف بعد كل غسله يا ست الكل، لان ده بيسبب مشاكل كتيره جدا. طيب مش بس الفلتر، لا ده في كمان ده الشبكه دي بتطلع، لان بيكون في لو ما اتغسلتش كل مره بتعمل نقط، يعني بعد الشر نقط صدى عند ناس كتير، دي بتبقى مشكله كبيره جدا لازم تنضف. كل غسله برضو نفس الكلام، اللي بتجمع رواسب انت بتبقيش شايفاها وتركبيها كده يا ست الكل. كل فتره تتاكدي ان الرشاشات عندك الفتحات بتاعت الرشاشات سالكه زي كده، لان ممكن بواقي الاكل تقع عليها وتتسد. الرشاش ده بيطلع لفوق كده، بيتفك كده عادي سهل وبيدخل كبس. اللي فوق بيتفك من الراس دي، بيتفك عادي، انا عندي فيديوهات عامل فيها فك الرشاشات وبتتنضف. مع ذلك انا هوريكم برضو بيتفك ازاي المره دي. برضو هنا اهو الراس دي بتتفك اليسار كده اهو، اتفك معايا اهو كده اتفك، بعدين ادخله واربطه ثاني كده، ربط مفيهوش اي مشكله. هنا بقى يا ست الكل بيكون السنون دي الرف السفلي بيكون فيه سنون بتقف
تتعدل كده. طيب ليه انا منيمها كده؟ لان المنطقه دي انا بحط فيها الحلال، فبكون منيمهم علشان خاطر اقدر احط حله هنا مفيش عندي مشكله، لان انا برضو عندي هنا بحط الاطباق بتاعتي مفيش مشكله خالص، هنا وهنا الاطباق تمام، وهنا الحلل. لو انا ما عنديش حلل وعندي اطباق كتير بوقف الاربع ناحيات. في غسالات دول ما بيناموش، واقفين ثابتين، برضو مفيش مشكله. نيجي على الرف العلوي، طبعا تحت الاطباق الكبيره والحلل تحت، فوق بيكون الكاسات، فوق الرف العلوي هنا بيكون الكاسات، وبيكون دي شايفين دول بيطلعوا ينزلوا، انا منزل واحده ورافع واحده مفيش مشكله. هنا برضو في سنون بتقف وسنون بتتني برضو مفيش مشكله. هنا ده درج المسحوق يا ست الكل، وده مكان الملمع. الملمع بنفتح دي كده ونحط الملمع بتاعنا لحد ما يظهر بالشكل، او باين اهو، انا معبيه لحد ما يظهر من هنا او يظهر من المكان ده. تعبي الملمع بشكل كامل ونتأكد ان هو مقفول كويس. مكان الملح او مكان القرص بيتحط هنا ويتقفل الدرج ده، بس قبل ما يتحط اتأكدي انه ناشف تماما ولا حتى مندي، يكون ناشف تماما وتقفل عليه بالشكل ده. تمام كده ماشي. وان شاء الله اللي بعت لي النهارده ان الكهرباء عملت له مشكله، ان شاء الله تكون فيوز، حاجه بسيطه تتبدل الفيوز وكل حاجه وتشتغل وتبقى تمام. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، اشتركوا على قناتي على اليوتيوب عصائر ميخا.